الجسم ديالك هو اكبر منافق في العالم. يدير راسو خدام، ولكن غير كيكتشف الروتين ديالك يدخل في المود ديال الراحه وكيبدا كيقتصد في النتائج. الا بغيتي عضلات كتفرقعوا بالصح، خاصك تعلم تقهرهم بمبدا الصدمه، دو شوكينج برانسيبل. ارنولد كيقول لك بلي الجسم كيتكيف بسرعه مذهله، والا كنتي كل نهار اثنين كدير نفس التمارين وبنفس الترتيب وبنفس الاوزان، عضلاتك حافظينك وما بقاوش غيستجيبوا لك. الحل خاصك تغدر العضله، صدمها بشي حاجه ما كنتش كتنتظرها، بدل الترتيب، بدا بدوك التمارين اللي مولفتك كتخليها هي الاخرى، بدل الزوايا، جرب تمارين جديده عمرك قستيهم، واستعمل التقنيات اللي هضرنا عليها. في لحظه غير متوقعه دخلت سوبر سات، الريست بوز او السلبيات الاجباريه، اي حاجه كتخرج العضله من منطقه الراحه ديالها هي اللي كتجبرها انها تفرز هرمونات النمو وتكبر باش تواكب داك الخطر الجديد اللي حطيتيها فيه. العضله اللي ما باغاش تكبر عندك ماشي حيت جيناتك ضعيفه، حيت عضلاتك ناعسين، خاص اللي يفيقهم بصدمه. شنو هي الصدمه اللي غدير لعضلاتك في الحصه الجايه؟ هي ما نمشيش.